لكن انت رديت علي. ردت فعل جمهور الهلال مع عبد الله السيف. رسالة لإدارة الهلال، هذا مو مدرب. يعني معليش، أول شيء بتكلم شيء تكتيكي بحت، أتكلم ثلاث محاور ها كيف يصنعون كورة المهاجمين، ما في إلا واحد يركض اللي يسالم الدوسري، هذا واحد. اثنين، الفلسفة الزايدة هذه على ايش؟ سلطان البيشي المباريات اللي راحت يلعب دايم ثم يلعب نامي، على اساس يلعب نامي؟ يعني انا ما ادري، انا اتحمل خساره إدارة الهلال. نعم إدارة الهلال. نامي هو الخطأ؟ مو نامي، الإدارة هي الخطأ اللي أبقتها المدرب. يا شباب الله يرحم والديكم، يا شباب اسمعوني حبيبي، هذا المدرب والله العلي العظيم انه مو مدرب. اول شيء مبروك للنصر، استحق الفوز من جميع النواحي. لا مستوى النصر كم مباراه باع المباراه صانع لعب ما فيه، افضل لاعب سالم الدوسري يطلعه مع الشهراني وطلع ذبح الفريق ذبح من الوريد للوريد. اليوم يوم النصر، الهلال ما هو يوم اليوم تخبطات اللاعبين الاجانب. لو جلس هرماش انا ما ادري، المحترف هذا عال على الفريق صراحه. يعني المحترف البرازيلي لو جلس المحور، لو جلس هرماش ظل اسرع. هرماش يلعب وشوت يسجل اهداف، اوكي، لكن يستاهل النصر لاعب يستاهل. اعلم النصراويين سمعتم؟ فزتم اليوم بعدين تخسرون. يعتبرون الفوز على الهلال بطولة، من 5 سنوات ما فازوا ولا مباراة، الحين مو طالعين من الملعب الا الصباح. المدرب سيء، الإدارة سيئة، لا دوري ولا كاس ولا أبطال آسيا، العالمية صعبة قوية. عبد الرحمن بن مساعد الثقيل وريحنا. النادي ما هو ملك لك، النادي ملك للجميع، والمدرب فاشل وتغييراته فاشلة. يجامل ياسر القحطاني على حساب مين؟ على حساب الجمهور. احنا نتقطع في البرد. ياسر القحطاني فاشل، والمدرب يا حبيبي عبد الرحمن، الزبده المدرب والاداره ترحل، ما نبيهم. من جاء عبد الرحمن بن مساعد الان يا طويل العمر قاعد يتاجر في الهلال، حاط التجاره، قاعدين يتاجرون في الهلال، يجيبون اللاعب يلعبونه نص موسم، يلعبونه 5 مباريات 6 مباريات، بعدين يقولون والله اللاعب يبيعونه، يجيبون المدرب اسوء مدرب عطلان يجيبون الهلال الان يعاني على جماهير الهلال او مسؤولي الهلال انهم يشيلون عبد الرحمن بن مساعد، ولا ترى الهلال راح ينزل درجه اولى. انا اقول راح ينزل درجه اولى اذا استمر عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال في اعلام جماهير الهلال راح ينزل درجه اولى. الهلال يعاني من عبد الرحمن بن مساعد. عبد الرحمن بن مساعد هو من عدم، هو ارحل.